السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ننساش نعمل لايك والشير والسبسكرايب، ولو بتشوفنا على الفيس اعمل متابعة واعمل لايك. هناخدكم كده في جولة نتفرج على الأبراج في ماليزيا. هنشوف البرج التوأم، وهنشوف أطول تاني برج في العالم. كملوا الفيديو للنهاية، ومستني منكم التعليقات ورأيكم، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. هنا احنا في الساحة بتاعت أطول برجين توأم في العالم. ده بنك وأبراج كلها وشركات. بصوا الاشجار اللي هم على البرج دي، يعني منظر تحفه. بيزرعوا الاشجار على الشبابيك بتاعه الابراج، تفضل نازله لتحت. وده منظر البرجين التوأم. دول اطول برجين توأم في العالم. الناس بقى كلها ملمومه اهي، وبيتفرجوا، واللي بتصور سيلفي، وفي ناس واقفه بتصور وبتاخد فلوس يطلع لك الصور. بصوا بقى التنسيق، بصوا الجمال، بصوا النظافه، الحركه المروريه، شوارع نظيفه. انا جايب لكم المحيط كامل. ناس ملمومه هناك كتير قوي، زي احتفالية تخرج. هنا في المكان ده فيه جامعات يعني وكده. وبقرب لكم منظر البرج من إشارات ونظام. الإشارة قفلت أهي، الناس بتعدي الشارع. هنشوف برج تاني. يعني ده برجين توأم، ونكمل فيديو للنهاية عشان نشوف أطول تاني برج في العالم بعد برج الخليفة. منظر تحفة يعني. في صورة شهيرة قوي، الناس كلها بتقف تحت البرجين دول ويتصوروا. أما ده جسر بيوصلك من البرج ده للبرج ده، ودعامة إن هو بيحافظ على إيه، ان البرج يبقى واقف يعني. عشان وهم بيبنوه حصل زي هبوط كده في الارضيه بتاعته. هنا برضو وانا راكب الباص عديت على البرج، فقلت اخد صوره ليه كده ايه بالليل. بالليل ما فيش زحمه ولا في الدوشه اللي كانت موجوده في اول تصوير الفيديو. انا في الباص دلوقتي في الدور التاني. يعني هو نظام الباصات عامله زي انجلترا وكده. الاتوبيسات هنا نظام دورين، دور اول ودور تاني. وبعدين صدفتني حاجه غريبه، انا جيت بركب الباص فاكر ان انا هدفع فلوس زي اي مكان. قالوا لي لا، ما بناخدش فلوس. فلازم ان انا بنزل اشتري كارت كده، وبشحنه من اي سوبر ماركت، وبعديه على جهاز اركب بيه الباص. ونفس القصه وانا نازل برضو بحط الكارت على الجهاز، وهكذا يعني. دي المحطه بتاعت البرجين التوأم. الاجواء جميله وحلوه، بس الجو صعب. جو الرطوبه عاليه. دول برجين اهم. الشباك بتاع الباص. الرطوبة عالية وأمطار على طول باستمرار. ما تتوقعش إيه اللي هيحصل في الجو. في لحظة تبقى ماشي تلاقي الأمطار، وأمطار بقى إيه، سيول وبرق ورعد. أمطار مخيفة، مش الأمطار اللي هي الهادية زي عندنا في دولنا وكده. طلعنا من المحطة هم مكملين. أنا حبيت برضو أشارككم معايا نظام الشوارع والمحلات والشاشات العرض اللي انتم شايفينها دي. فعشان منطقة سياحية مهتمين أوي بالمنظر العام، ومهتمين بنظافة الأماكن. طول ما انت ماشي بتشوف شاشات عرض واعلانات. دي اشاره هنقف فيها شويه. ده الزوم بتاع الموتوسيكل اللي هو الاحمر ده، الاماكن المخصصه لوقوف الموتوسيكل فيه. الجزء الاحمر ده تلاقي الموتوسيكلات واقفه. هم كاتبين زون موتوسيكل اهي. زون موتوسيكل.
مستنيين الإشارة تفتح عشان نعدي. كله بيتصور بعد شويه بنات هنا الناس بتتصور برضو جنب البرج واحد اهو للذكرى الصور دي. مع بعض اهو سيلفي. كله بيتصور اهو. هي بلد الناس للسياحة كلها طالعه وللخروج بتصور. جميلة الصراحة. ادي منظر البرج، في نافوره هناك اهي. قرب ودي لك اهو. الأبراج. نافوره. طبعا انا قاعد لوحدي في الباص، الباص فاضي خالص أنا فقاعد قاعد في لوحدي. الأتوبيس فاضي خالص أهو. ده الدور اللي فوق، قاعد في الكرسي الأمامي اللي هو في وش الإزاز على طول. وما اعرفش ان هنا ده ده الرصيف. البرج. وجيت مرتين هنا. ده البرج اللي انا ساكن عنده، قريب ده منه. النظام. وده برج تاني أنا ساكن جنبه. الفندق والله حلو. كنت جاي من الموضوع ده السفارة، عاجبني وكده، بس المشكله بقى في فرايح جاي على الأبراج دي. الخدمه مش كويسه. ما بيغيروش يعني المفروض يجوا يغيروا في باسكت الزباله، بيغيروا الفرش كل 4 ايام. بليتة الكلام ده لا، لازم الواحد يقول لهم غيروا شغال دلوقتي. 24 ساعة. وبعدين في موقف حصل على معايا كده بعد الشمال. الجيش لما جيت سافرت، فبقول لهم هو احنا كده يوم واقفين يعني، في محطة يوم وكده، فقالوا لي على ما أعتقد فادي الموزة هند اهي. وفي الجزء اللي هو على الشمال ده مخصص للسكوتر والعجل وكده. فقلنا نشوف حاجه طالما هنقعد نقعد الجزء اللي هو على الشمال الأسود ده، وعاملين حواجز ما بينه وبين نقعد يا الطريق ريس. العمومي. انا ابتديت افهم انا هي في بلد متطورة وبلد جميلة الصراحة. معلومة كده على الماشي، ماليزيا اللي بتصنع العربيات البراتون دي قفل اللي هي عليك. موجودة في جميع أنحاء العالم، ومعظم الناس هنا بيشتروا البراتون. والعربيات هنا في ماليزيا أغلى من أي حتة بتشتريها في أي مكان تاني أصلا. يعني أغلى من أمريكا وأغلى من أوروبا سعر العربيات. بيعملوا كده بحيث إن هم يشجعوا المنتج المحلي، الناس تشتري عربياتهم والله ايه، بأسعار أقل. على ما اعتقد. لا لا لا. هو الزون اللي على الشمال الأزرق ده للبسكليتة أو العجلة. وطول ما أنت ماشي بتلاقي يافط عربي ومحلات عربية حضرموت ومش عارف إيه وحاجات كتير كده. برج التوأم هناك. الجزء بقى المربعات اللي هي الصفرة دي وعليها علامة الإكس دي، يعني بيقول لك انتبه ده مكان حد بيخرج منه يعني. فوقت اللي على الشمال دي السفارة الروسية. الشمال عديت السفارة المصرية. هتلاقوا العلم بتاع روسيا أهو. ما شاء الله مساحتها كبيرة جدا. هنا المكان ده كله سفارات. بس نضافة الشوارع ولا في مية كله سفارات. ولا في زبالة خرب الدنيا. ولا حد رمى حاجة على الأرض. وصل وخضار على طول على الشمال مسعود. عشان البلد على طول بأمطار، فتلاقي الأرض بتطلع زي نجيلة كده خضرا على طول. أي بلد ممطرة كده. مدينة بتتفرج على المدينة بعدين قريبة من خط الاستواء، بلد استوائية. منظر وانتظروني في كويس. الفيديو اللي جاي إن شاء الله هوريكم الفواكه الاستوائية وبعض الحاجات العجيبة الغريبة اللي أنا جربتها هنا على وشفتها. الشاشة بقى. هنا دي شاشة عرض بيقول لك ممنوع التدخين، وشكرا إن أنت ما بتدخنش. يعني إرشادات كده حطينا في الباص. تقعد فارد ظهرك مثلا على الكرسي. ودي الإشارة فتحت الوقوف ما خضراء بين أهي. الكراسي. هنا ممنوع الوقوف ما بين الكراسي. العلامة دي في حزام كمان. بتوضح الكلام ده. هنا انت بتلاقي في حزام. حزام اهو. وهنا الكراسي نظام كرسيين حزام أمان يعني. الفندق هنا. شوفوا منظر الشوارع هنا. ادي البلد اتفرجوا واستمتعوا وانتوا قاعدين في مكانكم. كبيرة. هنوريكم دول كتير وأماكن كتير. بس ما ننساش بس يا جماعة تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب. أنا بتعب في المونتاج، النظام. بتعب في رفع الفيديو، بتعب في التصوير، فما تبخلش على إن تعمل لايك تعمل اشتراك تعمل شير. الباصات هنا بتركب بكام؟ اول ولو مرة بتشوفنا اركب على الفيس اعمل بقى متابعة فكرت ادخل بقى للصفحة. عادي ادفع فلوس وبتاع واعدي والكلام ده. فببص قال لي لا لا ممنوع، المفروض حتى تشتري العربيات كارت. كلها جميلة، مفيش عربيات فقلت بقى من اللي هي استسهل مخبطة ولقيته بيقول مكسرة، لي لأ 40. مفيش الكلام ده. جيب لي يا ربي، جيب لي 11 ولا 12 رينج. نظام. فبعد أو ما خدته الإشارة الناس واديته كلها بتقف أهي، فبعد ما محدش بصيت بيكسر بقى لقيته إشارة. راح جاي فيه هدوء، 8 مفيش 9 كلاكسات 10 11 كبير قوي. على الفاضي وكمان عشان والمليان. في وقت مطر فالتاكسي بيستغل الظروف وبيرفع
بس اشراك كتير، طول ما انت ماشي بتقابل طبعا انت لو اشراك في كتير. غرق كلك ميه يا اما تركب، فغصب عني ركبت. اعمل ايه؟ في اشاره فتحت اهي، كانت قافله وفتحت انا تاني. بحاول يعني بس اقصر من الفيديو شويه، انا بوقف الفيديو وبشغله، بوقف الفيديو واشغله. اه بنزينه شفت كده الاتوبيس نظام بيصغر الدورين؟ برضه صغير كده، بس انا اه برضه انا عاوز اشتري كارت الباص وبتاع، بيقولوا ده كويس. اتوبيسات جميله الصراحه، فده يعني غير اتوبيسين في غير انه اتوبيس واحد. كويس. بس انا معايا كارت وتاخده، ده في 4 رنجل وسعره 10 مستعمل. اوريه لكم. ده موقف بتاع الباص، الركنه بتاعت اديته ب الباص. 14 وعبيت فيه ب 10، فبساله بكام؟ هي بقول له المربعات اللي هي عليها الاكس دي الباص بكام؟ بيحذرك يعني ان ممكن حد يخرج من هنا. فكويس، انا لو هرجع مثلا تاكسي يبقى بتاع 10 11 12 كده. ده مكان دخول فالباص وخروج حلو الصراحه سيارات. جامد. وادي باص اهو تاني بس انا دورين. بعيد بقى ومش عارف انزل فين الصراحه كده. عشان كده انا قاعد قدام. انا اصور لكم شويه واقف الفيديو. بلد روعه الصراحه. ما نتوهش. فيما باذن اعمل لكم فيديو تحفه جامد والله هيعجبك برضه. الدروس كلها اطفال. بس كنت استمتع بالمنظر ده. الشوارع واسعة جدا. عامل جزئين كم حارة؟ واحد عشان من تلاتة جزء أربعة خمس ست حارات. جزئين او 3 اجزاء. 6 حارات. عشان انا مصور حاجات كتير قوي. تاني اطول. ده تاني أطول برج في العالم بعد برج الخليفة. هنحاول ندخل ونصور فيه. ده بعد برج الخليفه رقم 1 وده رقم 2 في العالم. هحاول ادخله يعني. مطعم عربي. وادي منظر هنا ده التصوير برضو من زاوية مختلفة، من مكان تاني خالص بعيد. حبيت اخد لقطة كده. ادي الزوم. ساكن جنبه. ده منظر البرج من جوه. البرج طويل قوي، وانا في الاسانسير حاسس بضغط الهواء، بسمع زي طرقعة كده في زوري وفي وداني، زي ما كنا انا راكب طيارة وفوق السحاب. وبعدين للاسف البرج ده طلع للموظفين، مش برج سياحة او الكلام ده، كلهم موظفين. انا حطيت نفسي كده ودخلت من غير كارت ومن غير حاجة وغامرت. بس كان ممنوع التصوير اصلا فوق. فانا صورت كده جزء بسيط وانا في الاسانسير، الدور ال77 78. لما طلعت فوق قالوا لي لا انزل يا دي معلم. الشاشة بتبين بقى ممنوع هنا. انت انا في الدور خايف الكام وكده. بيقول 86 76. انزل 76 واشوف. المنظر ده اكون انا اول هنا بقى مصري بعد ما انا نزلت من البرج، تاني بص هنا اركب حاجه. السور. ونفس القصة دي بتلاقيها برضو على الابراج والعماير، اللي هو الشجر اللي بينزل من تحت لفوق ده كده، شجر معلق يعني. بس انا غامرت ودخلت. اصلا البرج ده هو ممنوع حد يدخله، انا لقيت حد داخل دخلت وراه. وانا فوق بقى فبسأل بس انا وكده، يعني انا ما اعرفش انا ايه اللي خلاني اعمل قالوا كده. لي لا انزل تحت. احب اعرف ايه اللي خلاني اعمل فالامن كده. بيقول لي انت بتعمل ايه هنا ومش عارف ايه. فانا قافل على انت ملوحه جاي كده. تحجز فندق والكلام ده؟ قلت له لا، مش جاي احجز فندق، انا فاكر البرج ده للسياحه وكده. والشرطه جت وانت صورت فوق، انت عملت. قلت لهم لا لا، ما فلقيت حصلش بقى الكلام ده واحد كله. بيقول لي دخلني وبكده ما اكون انا اول ما مصري اعرفش دخلت ايه اللي خلاني تاني اعمل اطول كده. برج في العالم. بس هو الحمد ده لله مخصص اصلا للموظفين، يعني شركات بقى كلها. ربنا فممنوع اللي حد يدخله ويصور فيه والكلام ده. بصراحه فانا كان عندي المنظر فضول ادخل اشوف الدنيا فيها. انا برضه ما اعرفش الصراحه، قلت هخش اشوف مناظر جميله من فوق واصور من فوق. بس ما عرفتش للاسف ونزلت. بس دخلت بس هناك الحمد لله عدت على خير يعني. انا كان ورقي سليم ودنيتي سليمه، كنت لسه جاي انا كان جديد في في نيتي ادخل. البلد. انا كان في نيتي ادخل. حتى ما سالونيش على، عملوا لي بطريقه حلوه جدا والله. ما سالونيش على جواز سفر ولا بس سالوني على اي حاجه دخلت خالص. على فندق تاني وقالوا لي خلاص امشي. انقل فيه. بس هيسالوا بقى، يعملوا مشكله بتوع الامن ازاي ان انا ادخل وانا مش مشترك مع في كارت كده. اصور المفروض يبقى معاك عشان بتاع تدخل وتطلع بيه الاسانسير. ورا بتعدي زي السفاره. مكنه كده زي بتاعه المترو، وبتطلع فوق دخلت الاسانسير وتقضي بقى وقت الشغل بتاعك وبترجع. في البيت عشان هو اصلا ده على ما اعتقد ادي فندق الشوارع اهي ناس الموظفين. وكباري. انا بقى فاكره اللي هو ايه، برج سياحي. دي الاماكن المخصصه برج للسير سياحي الناس تطلع فيه والكلام ده، فبقول لهم ده للمشاة. فاكره زي الخليفه وبتاع بس وهكذا. ودي كانت مغامرتي أنا في تاني أطول برج يلا عشان اخلص في نفسي. العالم. ده نظام زي سكوتر كل حاجة بكارت هنا. بتشغله بكارت وبتمشي بيه برضه. بس انا هو بقى أفضل وأحسن من التاكسي والزحمة وكده، وتطلع بقى على الرصيف تمشي هنا تمشي هنا. كده زي نفق
هنا ده نظام نفق معمول فوق، بتبقى يطلع له بسلم وكده، بيعديك من الشوارع تحت. نفق مشاة يعني، نفق طويل وجميل الصراحة، عجبني المنظر فقلت إيه أشارككم المنظر ده معايا. سكيورتي، هتلاقي في حد واقف سكيورتي على اليمين اهو. 200 متر خذ منعطفا بسيطا لليمين على دي نازلة الطريق. يمين وكمل على طول. طبعا أنا مشغل الجي بي إس عشان مطوش أروح مكان مش عارفه وكده. وألف شكر بعد كده إيه ننزل عشان منتوش. أنا مشغل الجي بي إس، مهتمين بالنظافة أوي زي ما انتم شايفين. الأرض بتلمع، مفيش بقى ولا تراب ولا حد رمى حاجة ولا الكلام ده. ده السلم الكهربائي اللي هو بيطلع للنفق. هو جسر مش نفق يعني، زي جسر كده في الأرض. تطلع بقى تبعد عن الإشارات والعربيات أأمن فوق. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف شكر للمشاهدة.